حلقة جديدة في الكرة مع عاكف. النهاردة معانا أخبار كتيرة وكواليس، وهنقول لكم أخبار مسابقة كأس العالم للأندية اللي هتبتدي كمان يومين، فخليكم معانا علشان تعرفوا كل التفاصيل. نخش على طول عشان ما نطولش عليكم، وهي طبعا احتفالات بيراميدز والأهلي اللي كلنا شفناها. نادي بيراميدز احتفل بدون درع والأهلي احتفل بالدرع. فأنا عايز أرد على كل الناس اللي بتتكلم في الإعلام الرياضي المصري، وطبعا احنا عاملين الفقرة الأخيرة علشان نرد عليهم فيها. أولا، هل بيراميدز يستاهل الدوري ولا لا؟ زي ما كل محللين الزملكاوية بيقولوا ان بيراميدز يستاهل الدوري. طيب بناء على ايه بتقولوا الكلام ده؟ كل كلامهم ان ال3 نقط المفروض يتخصموا من الاهلي. طب ما الاهلي اوريدي اتخصم منه 3 نقط، يعني الاهلي لعب مباراة اقل من بيراميدز والاهلي تفوق على بيراميدز في عدد النقط. لا، ومش في عدد النقط بس، ده الاهلي تفوق على بيراميدز في عدد الاهداف بفارق 13 هدف عن بيراميدز. فتخيل انا لاعب ماتش اقل منك، يعني انت لاعب، يعني يعتبر ان الاهلي لاعب ماتش اقل من بيراميدز لانه ما لعبش قدام نادي الزمالك، وجبت نقط اكتر منك، وجبت اهداف اكتر منك، والناس بتقول لك لا ده بيراميدز يستاهل الدوري. معرفش ايه المعايير اللي بيستخدموها علشان يقول لك ان بيراميدز يستاهل الدوري العام. حاجة غريبة جدا، ولكن بنشوفها دايما في الاعلام الرياضي المصري. وانا هرجع للنقطة دي، ونقطة مهمة جدا في كل البرامج اللي شفناها بعد فوز الاهلي بالدوري في نفس اليوم. كل المحللين اللي موجودين في الاستوديوهات لازم في محلل زملكاوي، علشان كده هتكلم لكم عن النقطة دي في اخر الحلقة. نروح على طول لاخبار النادي الاهلي. اكرم توفيق خلاص زي ما احنا كلنا عارفين راح الشمال القطري، وعمل رسالة يودع فيها جماهير النادي الاهلي والنادي الاهلي. رسالة مؤثرة بالنسبة له، لكن هي بالنسبة لجماهير الاهلي مش مؤثرة. النادي الاهلي وجماهيره ما بياخدش بالكلام. يعني ايه؟ اكرم توفيق تعامل كلاعب محترف ولاعب وأدى مع النادي الاهلي باخلاص. ايوه عمل كده، ولكن الاهلي انت عايز تختار المادة وفي نفس الوقت تكسب حب وتعاطف الجماهير. دي عمرها ما بتحصل في النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي ذكية جدا، جماهير النادي الاهلي واعية جدا، وما بيخشش عليها الكلام ده خالص مهما قلت ومهما حصل. النادي الاهلي او جماهيره بتقدر ابو تريكة ليه؟ بتقدر وليد سليمان ليه؟ بتقدر عماد متعب ليه؟ بتقدر علي معلول ليه؟ الناس دي ضحت وجالها عروض كبيرة وهي بتلعب في النادي الاهلي، وكانت ممكن تمشي وكانت ممكن تاخد فلوس كتيرة، ولكن هي ضحت بالفلوس من اجل النادي الاهلي. حتى قفشه مضى في عقده الاخير مع النادي الاهلي على بياضه من غير ما يتناقش على عقده هيبقى بكام. وعلى فكرة قفشه من اللعيبه، من اقل اللعيبه اللي بتاخد عقود في الفئه الاولى في النادي الاهلي. فعشان كده زي ما بقول لكم جماهير النادي الاهلي بتعرف تفرق كويس، وبتعرف تقدر الناس اللي بتضحي بالفلوس من اجل النادي الاهلي. هتقول لي طب ما النادي الاهلي لما في لعيب بيخلص مهمته معاه زي مثلا علي معلول هو بيسيبه هو كمان، وده حاجه طبيعيه جدا. اي نادي محترف في العالم بتيجي فترة خلاص لو انا شايف ان اللعيب ده مش هيفيدني الفترة الجاية دي بيتم الاستغناء عنه، زي ما حصل مع ريال مدريد وكريستيانو رونالدو. لما كريستيانو رونالدو حطم كل الارقام القياسية مع ريال مدريد، وفي النهاية ريال مدريد ساب كريستيانو رونالدو او موريتش دلوقتي او كاسياس قبل كده او راؤول جونزاليس. دي سنة الحياة. انما نادي الزمالك بيتعامل بشكل غير احترافي مع مثلا شيكابالا او عبد الشافي او لعيبه كتير كبيره زي عبد الله السعيد. انت بتتعامل بالعاطفه، دي حاجه ترجع لك، لكن ده مش معناه ان هو ده الصح. الصح ان انا طالما في لعيب في قائمه الفريق يبقى اللعيب ده يفيدني. يعني نادي الزمالك شيكابالا لعب كام ماتش الموسم ده؟ هتلاقيه لعب ماتشين 3. سجل كام جون؟ هتلاقيه سجل هدف او 2. يعني بايه المعيار اللي الزمالك بياخده علشان اجدد معاه الموسم او موسمين كمان؟ طبعا مفيش معيار، ولكن الزمالك بيتعامل بالعاطفة. عبد الشافي اي نعم هو ما بياخدش فلوس، ولكن ان انا برضو يكون واخد مكان
في قائمة الفريق، ده اسلوب خاطئ بيتبعه نادي الزمالك. لازم تتعامل بشكل غير احترافي. وده بقى اللي هيخلينا وياخدنا لنقطة مهمة، وهو النادي الاهلي بيجيب فلوسه منين. يعني كله طبعا الاعلاميين الرياضيين الزملكاويه واللعيبه الزملكاويه القدامى يقعد يقول لك ايه، هو الاهلي بيجيب فلوسه منين؟ طب الاهلي دفع كام؟ ما بيقولكش. الاهلي خد جوائز كام من المسابقات؟ ما بيقولكش. الاهلي باع لعيبه بكام؟ برضه ما بيقولكش. طب الزمالك دفع كام؟ ما بحدش بقى بيتكلم عليها خالص. اللي هيجنني في الاعلام الرياضي المصري ده، ما حدش بيتكلم على الزمالك بيدفع كام. يعني الاهلي في اخر 3 سنين عمل تقريبا صفقات ب 10 مليون دولار مثلا تقريبا، يعني ده الرقم القريب جدا من صفقات النادي الاهلي في اخر 3 سنين. لان هو طبعا هيقعد يحسب لك بقى اللعيب بياخد كام، ده محمد علي بن رمضان بياخد 1.5 مليون، ده علي معلول بياخد 1.5 مليون، ده الراتب بتاعه. ايه علاقته بالصفقات؟ الراتب حاجه والصفقات حاجه. وبرضه هقول لكم حاجه مهمه، ان الزمالك وبيراميدز كانوا بيدفعوا للعيبه في اخر 3 مواسم اكتر من النادي الاهلي، المرتبات حتى. لكن طبعا ما حدش بيتكلم عن الموضوع ده، كله بيقول لك الاهلي بيجيب فلوسه منين. زي ما بقول لكم، الاهلي دفع 10 مليون دولار، النادي الاهلي باع لعيبه ب 7 مليون دولار، يعني تقريبا الاهلي كسبان، الاهلي خسران 3 مليون دولار ما بين فرق البيع والشراء. ولكن الاهلي داخله من بطولات في اخر 3 سنين بمعدل تقريبا 25 مليون دولار او زياده كمان. كل سنه بيخش له في حدود 6 مليون دولار. بالاضافه السنه دي دخل له 10 مليون دولار من كاس العالم للانديه. فانت لو بتحسبها بمعدل 5 مليون دولار في الموسم او 6 مليون دولار، ادي معاك 18 او 15 مليون دولار بالاضافه ل 10 مليون دولار بتاعه كاس العالم للانديه، ادي 25 مليون دولار. يعني الاهلي عامل مكسب زياده عن 20 مليون دولار. والزمالك بقى، نروح بقى للمنافس التقليدي نادي الزمالك، واللي محدش بيتكلم جاب الفلوس منين. نادي الزمالك في اخر 3 سنين على كلام مجلس الاداره انه دفع 1.5 مليار غرامات على نادي الزمالك. ده غير طبعا اللعيبه، لان نادي الزمالك اشترى 13 لاعب زياده عن نادي الاهلي في اخر 3 مواسم. ونادي الزمالك بقى مش زي الاهلي، يعني نادي الاهلي بيبيع لعيبته، نادي الزمالك ما بيبيعش لعيبته. نادي الزمالك لعيبته بتمشي فري، مش فري، ده بالعكس، ده كمان هياخد فلوس. احمد زيزو مشي فري، يعني لعيبه الزمالك بتمشي فري، يعني ما بيعملش مكسب من بيع اللعيبه. طب نادي الزمالك محقق كم من بطولاته؟ تقريبا 6 مليون دولار في اخر 3 سنين. طب نادي الزمالك دفع كام؟ زي ما بنقول 1.5 مليار. يا عم قول مليار يعني كام؟ يعني 20 مليون دولار. طب انت دافع 20 مليون دولار والنادي الاهلي دفع 10 مليون دولار، وكل الناس بتسأل الاهلي جاب فلوسه منين. حاجة بصراحة تضحك واعلام يضحك، ومحدش بيواجه لعيبة نادي الزمالك ومحللين نادي الزمالك بالحقائق اللي موجودة، وكله بيتكلم بس على النادي الاهلي وبيهاجم النادي الاهلي. وده اللي هياخدنا لنقطة مهمة. لما الاهلي كسب الدوري العام وكسب فاركو 6-0 في نفس اليوم، كل البرامج الرياضية جايبة محللين زملكاوية. طب انت جايب محلل زملكاوي اليوم ده ليه؟ الزمالك اولا ما لعبش اليوم ده، الزمالك ما بينافسش الاهلي على الدوري، يعني اللي بينافس الاهلي على الدوري بيراميدز. يعني افهم ان انت تجيب لعيبه كانت بتلعب في نادي بيراميدز اوكي، لكن جايب لعيبه بتلعب في نادي الزمالك وملهاش اي علاقه ببيراميدز، دي حاجه غريبه. وجايبهم ليه؟ هل جايبهم علشان يهنوا النادي الاهلي بالفوز بالدوري؟ لا، ده جايبهم علشان يهاجموا الاهلي ويقولوا ان الاهلي ما يستحقش الدوري العام لعام 24-25. عندك بقى طارق يحيى، عندك عمرو الدردير، عندك جمال عبد الحميد، عندك مذيع كده ملوش لازمه اسمه اسلام صادق دايما بيطلع يهاجم النادي الاهلي، طالع بيسال الضيوف بتاعته. تخيل ساعه او اكتر من ساعه، ساعه ونص، كل كلامه هل الاهلي يستحق الدوري ولا لا. وده برنامج مش في قناه نادي الزمالك،
ده برنامج في قناة عامة، والمفروض ان هو محايد ما بين الاندية كلها. طالع بيقول لك الاهلي يستحق الدوري ولا لا. يعني الاهلي خد الدوري، والاهلي باعتراف الرابطة واتحاد الكورة وباعتراف النقاط اللي خدها والاهداف اللي جابها، الاهلي بطل الدوري. وده طالع يقول لك هل يستحق الاهلي الفوز بالدوري ولا لا. ويا ريتنا بس خلصنا من الاعلام الرياضي المصري، لا ده الاعلام الرياضي العالمي العربي. يعني عندك علي الكعبي المذيع الاماراتي طالع برضو على نفس النغمة، وطالع بيهاجم النادي الاهلي، وطالع بيقول لك الاهلي بيدي مكافآت زيادة علشان كسب الدوري اللي بيراميدز كان احق بيه. وجايب برضو محللين سعوديين يقول لك ده الهلال واحسن من الاهلي، والهلال هيأدي احسن من الاهلي في كاس العالم. يعني زي ما بقول لك احنا ما خلصناش بس مفهوم. انا فاهم شعور المذيعين او معلقين العربيين اللي بيحللوا في قنوات عربيه ان هم بيهاجموا النادي الاهلي علشان في غيره وفي حقد من الانديه، بعض الانديه العربيه على النادي الاهلي اللي دايما بيشرف العرب وبيشرف افريقيا وبيشرف مصر في البطولات العالميه والبطولات الدوليه. ولكن اللي مش مفهوم هو هجوم الاعلام المصري على النادي الاهلي اللي بيشرف مصر في كل مكان، وبيشرف الدول العربيه، وبيشرف افريقيا في كل حته، وداخل على بطوله مهمه وبطوله عالميه كاس العالم للانديه، وتلاقي محللين ومذيعين طالعين بيهاجموا النادي الاهلي. زي ما بقول لكم حاجات كوميديا سوداء وحاجات بتتقال في الاعلام غريبه جدا. وده اللي هياخدني لحاجه مهمه قالها جمال عبد الحميد وبيكررها عمرو الدردير وبيكررها ورضا عبد العال، كل المحللين ان بيراميدز خد مكان الاهلي مش مكان الزمالك. تساله ازاي خد مكان الاهلي، يقول لك اصل مين اللي بيلعب نهائي الكاس السنه دي قدام الزمالك؟ بيراميدز. يعني ساب ان بيراميدز خد المركز الثاني في اخر 3 مواسم في الدوري مكان الزمالك، وان الاهلي فاز باخر 3 دوري، وخد برضه ان بيراميدز خد مكان الزمالك في دوري ابطال افريقيا. مين اللي كان بيشارك مع الاهلي في دوري ابطال افريقيا؟ نادي الزمالك. مين اللي بيشارك دلوقتي؟ بيراميدز. مين اللي كان بيطلع الثاني في الدوري العام بعد النادي الاهلي؟ نادي الزمالك. مين اللي بيطلع الثاني دلوقتي بعد النادي الاهلي؟ هو نادي بيراميدز. فانا مش عارف ايه معيار نجوم نادي الزمالك اللي بيتكلموا على اساسها ويقول لك ان بيراميدز خد مكان النادي الاهلي. حاجه بصراحه تضحك، وزي ما بقول لكم كوميديا سوداء. ولكن الناس خلاص ما بقتش تصدق الكلام والهبل اللي بيتقال في الاعلام الرياضي المصري علشان ده كلام يضحك. نروح لاخبار عالميه. معانا النهارده ليفربول بيعمل انتقالات مهمه جدا جدا، ويعني نادي ليفربول مركز قوي الصيف ده علشان يدعم فريقه قبل الموسم اللي جاي، وعين ليفربول على دوري ابطال اوروبا السنه الجايه. مركزين جدا جدا ان هم ياخدوا دوري ابطال اوروبا السنه الجايه. عاملين انتقالات قويه، جايبين طبعا الجناح جيرمي فريمبونج، ده طبعا بيلعب في باير ليفركوزن، وجي تقريبا بمبلغ 30 مليون يورو، وهو عنده 24 سنه. وفي مفاوضات كبيره جدا مع لعيب تاني من باير ليفركوزن وفلورن ويرتز اللي عنده 22 سنه، اللي صنع 10 اهداف او سجل 10 اهداف وصنع 12 هدف، يعني شارك تقريبا في حدود 22 هدف. نادي ليفربول هيكون مرعب السنه الجايه حتى لو ارنولد مشي وراح ريال مدريد، ولكن ليفربول بيدعم فريقه بصفقات مهمه جدا الموسم اللي جاي. اخر بقى حاجه معانا وهي مسابقه كاس العالم للانديه. كاس العالم للانديه هيبتدي ان شاء الله كمان 13 يوم او 14 يوم، مباراه الافتتاح ما بين الاهلي وانتر ميامي. هنغطي لكم الحدث ده طبعا من هيبقى فيه تغطيه خاصه من ملاعب كاس العالم للانديه، فخليكم معانا علشان تتابعوا كل الاحداث وشاركوا في المسابقه اللي هتبتدي كمان يومين، والجوائز لحد $4000. توقع نتائج النادي الاهلي في ال3 مباريات علشان يكون ليك حظ ونصيب ان انت تكسب في المسابقه، وهنقول لكم ازاي تصوتوا خلال اليومين اللي جايين، وهننزل لينك للصفحه اللي تقدر
تخشها وتصوت على نتائج النادي الاهلي ان شاء الله.